يا ويلي يا ويلي، وش هالحركات هذا يا سيد؟ وش هالزين؟ وش هالترتيبات الطيبة دي؟ اي هذا الطبخ اللي يحبه قلبي، اي والله. النهاردة حلقتنا عن صاحب أشهر برنامج ديني في التاريخ، الإمام اللي بيعتبره أكتر من مليار مسلم حتى الآن رمز للإسلام والدعوة، الشخصية الدينية الأبرز في العصر الحديث بعد الإمام محمد عبده. بدأ حياته كطفل رافض فكرة الدراسة والتعليم، وانتهت مسيرته بعد ما أصبح إمام الدعاة كلهم في الوطن العربي. صاحب أنبل وأعظم المواقف الثورية في عصره، بداية من مشاركته في المظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي، ومرورا بمحاربته للمد الشيوعي، وأخيرا رفضه الصريح بالاعتراف بالكيان الصهيوني. انضم لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح خلال فترة قصيرة من أشهر وأفصح خطبائها، فتركها وقرر مهاجمتها بعد ما اكتشف حقيقة عجيبة عنها. الداعية اللي استقال من وزارة الأوقاف رغم مجده وشهرته، ورفض إنه يجلس أمام الراقصات، فأغضب الرئيس السادات بمواقفه الصادمة دي. رجل الدين الوطني اللي سجد لله شكرا بعد هزيمة بلاده في نكسة 67، فخلد اسمه في كتب التاريخ بحروف من نور. خلينا نعرف أكتر عن الشيخ الشعراوي، ولكن قبل ما نكمل ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك الفيديو عشان يوصلك كل جديد. اسمه بالكامل الشيخ محمد متولي الشعراوي. اتولد في 15 إبريل عام 1911 بقرية دقدوس التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية. كانت أسرته بسيطة ماديا تميل إلى الفقر، فوالده كان راجل فلاح بيعمل باليومية، إلا إنه كان شديد التدين، فألحقه أثناء طفولته بكتاب القرية للشيخ عبد المجيد، وطلب منه إنه يحفظ محمد القرآن عشان كان بيحلم إنه يشوفه عالم دين. وبالفعل بدأ محمد يحفظ القرآن لغاية ما أتم حفظه وهو عمره 10 سنين فقط، وتحديدا أثناء دراسته للصف الثالث الابتدائي. وبعد مرور سنتين كان انتهى من المرحلة الابتدائية، وقرر ساعتها إنه يكتفي بالتعليم لحد هنا عشان يتجه للفلاحة ويساعد والده. لكن الحقيقة إن والد الشيخ الشعراوي كان مصمم يشوفه عالم أزهري، فبدأ يتلف الآلات الزراعية اللي في الأرض عشان يتحجج لابنه بإنه وشه نحس عليه، فيقدر ساعتها يخليه يرجع تاني للتعليم عشان يكمل دراسته. الشيخ محمد راح مع والده محافظة الزقازيق عشان يلتحق بالدراسة في المعهد الأزهري الثانوي اللي هناك، ويومها عرف إن المعهد بيكون له كشف هيئة واختبارات قبول قبل الموافقة على طلبات الالتحاق، فقرر إنه يضع شطة في عينه عشان الشيوخ اللي هناك يرفضوه، فيقدر ساعتها يرجع بلده تاني ويساعد والده في حرث الأرض. إلا إن المشايخ في المعهد انتبهت لحيلته الذكية دي، فقرروا إنهم يقبلوه برضه، وبدأ الشيخ الشعراوي مرحلة جديدة من حياته، وهي مرحلة دراسته في المعهد الأزهري ده. وساعتها قرر إنه يعجز أبوه تاني عشان هو اللي يطلب منه يسيب الدراسة في المعهد، فاتفق مع أحد أصحاب الدكاكين اللي قريبة من سكنه إنه ينزل له أكبر كمية من الكتب الموجودة عنده في الدكان بمجرد ما يشوفه داخل مع أبوه. وبالفعل بلغ الشيخ الشعراوي والده إنه محتاج يشتري كتب بغرض الدراسة في المعهد، وساعتها راح معاه المحل إياه عشان ينفذ حيلته مع صاحب المكان. ويومها اشترى الشيخ الشعراوي كمية رهيبة من الكتب، وكان تمنها جنيه مصري، وده كان مبلغ باهظ جدا وقتها، لأن الجنيه المصري كان قيمته السوقية ساعتها أعلى من الجنيه الاسترليني، وأعلى كمان من جرام الذهب. وللأسف والده كان راجل فقير زي ما قلنا، فقرر إنه يبيع جاموسته الوحيدة عشان يجيب الجنيه اللي يقدر يشتري بيه الكتب اللي ابنه بيقول إنه محتاجها. وبالفعل اشترى ساعتها كل الكتب الكتير اللي ابنه طلبها، لدرجة إنهم نقلوها على عربة حنطور لغاية البيت. وساعتها فاجئوا أبوه بإنه فاهم حيلته الذكية دي، وعرفوا إنه مش راجل غبي، وإنه فاهم كويس جدا إن الكتب دي مش مقررة عليه، بس اشتراها عشان هو اللي طلبها مش أكتر. وقال له ساعتها: أدعو الله أن ينفعك بما في تلك الكتب من علوم. وهنا قرر الشيخ الشعراوي إنه يحفظ كل الكتب اللي أبوه اشتراها له عشان تعبه ما يروحش هدر. والحقيقة إنها كانت كتب قيمة لأقصى درجة، مليئة بالعلوم الشرعية والفقهية وتفاسير القرآن والأحاديث الشريفة، لدرجة إن الشيخ حكى عن المرحلة دي بعد ما كبر، وأكد إنها كانت السبب في تحول شغفه واهتمامه إلى القراءة بصفة عامة. وفي عام 1937، يعني بعد ما بلغ عمره 26 سنة فقط،
كان الشيخ الشعراوي حصل على شهادته الثانوية من المعهد الأزهري في الزقازيق، ويومها قرر إنه ينتقل إلى العاصمة عشان يدرس اللغة العربية في جامعة الأزهر. ومن أول أيام له في جامعة الأزهر كان شعلة نشاط بين صفوف زملائه المهتمين بالحياة السياسية، وده لأن الفترة دي من حكم مصر كان طلاب الجامعات قوة لا يستهان بيها، بل وكانوا على درجة عالية جدا من الثقافة. فبدأ الشعراوي يتابع أخبار حزب الوفد عن قرب، وأحيانا يشارك في مظاهراتهم ومسيراتهم باعتبار إنه مصري غيور على بلده اللي كانت وقتها تحت حكم الاحتلال الإنجليزي. وساعتها اتعرف على الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، والأفكار اللي كان تنظيم الجماعة بيتداولوها أثارت إعجاب الشيخ الشعراوي جدا، فقرر إنه ينضم لجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة دينية بتدافع عن الإسلام وفي نفس الوقت مهتمة بالحياة السياسية. والحقيقة إنه كان من أبرز قيادات الجماعة وقتها وأفصحهم بلاغة وأكثرهم نشاطا، لدرجة إنه هو اللي كتب بنفسه البيان الأول لجماعة الإخوان المسلمين، وكتب عدد من القصائد يمدح فيها الشيخ حسن البنا. وبعد مرور سنتين على وجوده في الجماعة قرر الشيخ الشعراوي إنه ينفصل عنهم بعد ما حصل خلاف بينهم وبين حزب الوفد. والحقيقة إنه ما كانش خلاف بسيط، ده كان خلاف أيديولوجي مؤثر، وهو اللي جعل الشيخ الشعراوي يبعد تماما عن الجماعة طول حياته، لدرجة انه صرح بعدها ان اعدائي هم الشيوعيون والاخوان المسلمون، وده لانهم من وجهة نظره كانوا بيسعوا الى الحصول على السلطة بعيدا عن اي اهتمام حقيقي بشؤون الدعوة او اي اعتبارات وطنية. على سبيل المثال كان حزب الوفد ساعتها بيشكل الغالبية العظمى من المصريين، وكان اكثر الاحزاب المعارضة تأثيرا في الشارع المصري. اما جماعة الاخوان المسلمين كانوا رافضين اي تأثير على الجماهير يكون اقوى من تأثيرهم، لدرجة انه صرح بعدها عن الموقف الاساسي اللي جعله يستقيل من الجماعة دي، وقال: بينما كنا في منتصف أغسطس من عام 1938 أردنا الاحتفال بالذكرى السنوية للزعيم سعد باشا زغلول، إذ كنت أعتبر الاحتفال بذكراه احتفالا بذكرى وطنية، وألقيت قصيدة امتدحت فيها زعماء الوفد، فوجدت الشيخ حسن البنا يشتعل غضبا حينها. وبعدها كنا في جلسة مع مجموعة من الإخوان من ضمنهم الشيخ البنا، ولاحظت أن الحاضرين يتحملون على النحاس باشا كثيرا، وفوجئت بأحد الحاضرين يقول إن النحاس هو عدونا الحقيقي، بل أعدى أعداؤنا، وهذا لأنه زعيم الأغلبية، وهذه الأغلبية هي ما تضايقنا في شعبيتنا، أما غيره من الزعماء وبقية الأحزاب فنحن نبصق عليها جميعا فتنطفئ وتنتهي. وبيكمل الشيخ الشعراوي حديثه الصحفي وقال: كان هذا الكلام جديدا ومفاجئا لي حينها، ولم أكن أتوقعه منهم مطلقا، وعرفت أن المسألة ليست مسألة دعوة وجماعة دينية، وإنما سياسة وأغلبية وأقلية وطموح إلى الحكم. وفي تلك الليلة اتخذت قراري بالابتعاد، وقلت: سلام عليكم، لا علاقة لي بهذه الأفكار. وبعد سنين طويلة سئل الشيخ الشعراوي عن رأيه في حوار صحفي أجرته معاه مجلة المصور، فأقر بقوله ولم ينكره، ووضح الأمر بمنتهى الصراحة وقال: الإخوان لا يسمعون الإسلام إلا إذا خرج من حناجرهم، أما إذا قام شخص غريب عنهم ليتحدث في الإسلام ولم يكن عضوا بينهم فلا يسمعون حديثه حينئذ ولا يلتفتون إليه. وفي عام 1943 اتخرج الشيخ الشعراوي من جامعة الأزهر، وتم تعيينه ساعتها بمعهد طنطا الأزهري، وفي الوقت ده كان نجمه بدأ يسطع في الأوساط السياسية والدينية، وده طبعا بسبب مواقفه الثورية ضد الاحتلال الإنجليزي، وبسبب فصاحته وبلاغته اللي الجميع كان يشهد له بيها، لدرجة إن مشاهير السياسة والإعلام الدينية زي مصطفى باشا النحاس رئيس حزب الوفد وفضيلة الإمام الأكبر إبراهيم حمروش شيخ الأزهر وقتها كانوا على تواصل بيه. فأرسلوا عام 1950 ضمن بعثة مدرسين إلى المملكة العربية السعودية عشان يدرسوا في كلية الشريعة اللي هناك، وساعتها كانت السعودية تحت حكم الملك عبد العزيز آل سعود اللي كان في طريقه لعمل التوسعة الأولى للحرمين الشريفين، فقرر إنه ينقل مقام سيدنا إبراهيم من جوار الكعبة عشان المصلين يقدروا يطوفوا أثناء تأدية مناسكهم. وبالرغم من إن عملية نقل المقام من مكانه لمسافة أمتار مسألة بسيطة، إلا إن جميع الدعاة والمشايخ كانوا رافضينها، لكن طبعا محدش منهم كان قادر يقف قصاد الملك عشان يقوله إن ده لا يجوز شرعا، ما عدا الشيخ الشعراوي هو بس اللي قرر إنه يعمل اللي عليه، فكتب خطاب من 5 صفحات للملك سعود بن عبد العزيز عشان يعلن عدم موافقته على السلوك ده. فالملك اجتمع بفقهاء الأمة في المملكة عشان يطلعهم على الأسانيد الشرعية اللي قدمها الشيخ الشعراوي، ولما محدش منهم قدر يرد عليه أو يحاوره تمت الموافقة على طلبه. وساعتها اقترح الشعراوي
الشعراوي على الملك إنه يهدم المبنى الكبير للمقام ويبني فوقه قبة زجاجية لو محتاج فعلا يقضي على الزحام في المكان المقدس ده. فوافق الملك على اقتراحه فورا وأمر بهدم المبنى الكبير وبناء قبة زجاجية للمقام بعد ما أثنى على الشيخ الشعراوي وأهدى ساعتها عباءة غالية جدا. والحقيقة إن الواقعة دي تم ذكرها في كتاب أنا من سلالة آل البيت اللي بيجمع حوارات الشيخ الشعراوي مع الصحفي سعيد أبو العينين في مجلة آخر ساعة، ومذكورة كمان في كتاب الشعراوي الذي لا نعرفه لنفس الصحفي، وتم ذكرها مؤخرا من خلال موقع إلكتروني للملك سعود بن عبد العزيز بعد انتشارها بشكل رهيب على السوشيال ميديا، لكن من غير إضافة البرقية اللي كتبها الشيخ الشعراوي. وفي عام 1963 حصل الخلاف بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وبين الملك سعود بن عبد العزيز، فقرر الرئيس المصري إنه يسحب البعثة المصرية من المملكة العربية السعودية بسبب الخلاف ده، فاضطر الشيخ الشعراوي إنه يرجع لمصر عشان يتعين مدير لمكتب شيخ الأزهر الشريف حسن المأمون. وبعدها بفترة بسيطة تم إرساله إلى الجزائر ضمن بعثة تابعة للأزهر بغرض إنعاش اللغة العربية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا، واستمر وجوده هناك لمدة 7 سنين. وهناك حصلت نكسة 1967 نتيجة العدوان الإسرائيلي على مصر، فسجد الشيخ الشعراوي وقتها لله، وبرر سجدته الغريبة دي في برنامج من الألف إلى الياء بإنه كان بيشكر ربنا سبحانه وتعالى لعدم انتصار مصر في الحرب لأنها كانت بين أحضان الشيوعية، وده لأن انتصارها كان هيتم اعتباره مكسب حقيقي للشيوعيين. وفي الجزائر اتعرف الشيخ الشعراوي على الشيخ الصوفي محمد بالقايد الهبري، والحقيقة إن الشيخ ده هو مؤسس الطريقة الهبرية وأحد أعلام الصوفية، وكان من أشهر مشايخ الطريقة الشاذلية وقتها. وكان الشعراوي بيشارك بصفة دائمة في مجالسه وفي حلقات الدروس اللي بيعقدها. والغريب إن الشيخ الشعراوي التقى بالشيخ محمد بالقايد أول مرة في المنام، يعني قبل ما يقابله وجها لوجه. كان وقتها الشيخ الشعراوي موجود في مصر ورافض تماما إنه يوافق على بعثته إلى الجزائر، فظهر له الشيخ بالقايد في رؤيا بالمنام وسأله: لماذا لا تريد القدوم إلينا؟ ألا ترغب في زيارتنا؟ وعشان كده وافق الشيخ الشعراوي على قبول بعثة الأزهر إلى الجزائر. وكان فضل الشيخ بالقايد عظيم على فضيلة الإمام، وده لأنه هو اللي علمه أغلب العلوم الصوفية والأسرار الروحانية والإيمانية في تفسير القرآن الكريم اللي ساعدته بعد كده في كتابة خواطره. وفي عام 1973 انتصرت مصر على دولة الاحتلال الصهيوني في حرب أكتوبر، وسجد ساعتها الشيخ الشعراوي لله بعد ما حققنا النصر. وساعتها خرج الشعراوي للجمهور لأول مرة في برنامج نور على نور بعد استضافة المذيع المصري أحمد فراج له. وبالرغم من لغته الرصينة وبراعته في علوم البيان والبلاغة ومفرداته القوية المبهرة، إلا إن الشيخ الشعراوي قدر يوصل لقلوب جميع المشاهدين مهما بلغت بساطتهم. وأحب أقول لك إن البرنامج ده هو أول برنامج توك شو في التاريخ كله، وده لأنه كان أول برنامج تتم إذاعته مباشرة صوت وصورة في حضور متفرجين يناقشوا الضيوف. وحرفيا كان الشيخ الشعراوي موسوعة متنقلة، وكان بيمتلك قدرة رهيبة على نقل علوم الدين المعقدة لأبسط المشاهدين، وكأنه بيحكي حدوتة بسيطة جدا مش أكتر. فتمت الموافقة على عمل أكبر برنامج ديني على التلفزيون المصري عشان يكون من تقديم الشيخ الشعراوي. والحقيقة إن بعض المصادر بتدعي إن القرار ده كان بمباركة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، تشجيعا منه على زيادة المد الديني بغرض القضاء على الشيوعية في مصر. لكن المؤكد إنه تم تعيين الشيخ الشعراوي كوزير للأوقاف عام 1976 عن عمر يناهز 65 سنة. وبالرغم من حب الرئيس السادات لفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، إلا إن العلاقات بينهم بدأت تتوتر تدريجيا بسبب بعض المواقف اللي جمعته بالسيدة جيهان السادات. على سبيل المثال، زوجة الرئيس الراحل طلبت من الشيخ الشعراوي إنه يحضر مؤتمر لسيدات نادي الروتري في رمضان، فوافق الشيخ مقابل إن جميع النساء يكونوا مرتدين الحجاب. لكن لما راح هناك اكتشف إنهم مش بس خالعين الحجاب، دول كمان لابسين فساتين قصيرة، فاضطر إنه يغادر المكان فورا. ودي طبعا كانت أشبه بإهانة صريحة للرئيس وزوجته. وفي إحدى المرات دعا الرئيس جميع الوزراء إلى حفل ضخم، وكان من ضمن الوزراء المدعوين هو الشيخ الشعراوي باعتباره وزير للأوقاف ساعتها. ولما شاف الراقصة نجوى فؤاد بترقص على المسرح غادر المكان فورا رغم إلحاح السادات عليه عشان يكمل الحفلة للنهاية. وبالرغم من كل ده إلا إن الرئيس كان بيحبه جدا، وكان من أشد المتابعين لبرنامجه اللي بيعرض كل جمعة بعد الصلاة مباشرة، لدرجة إن الإسرائيليين لما طلبوه بإيقاف برنامجه ده لأنه بيحرض على الجهاد ضد اليهود وكراهية الكيان الصهيوني اللي عقدنا معاه معاهدة سلام، رفض السادات بشدة إنه يرضخ لطلبهم.
وصمم على استمرار حلقات البرنامج في ميعاده. وفي الوقت ده أمر الشيخ الشعراوي بإنشاء أول بنك إسلامي في مصر، وتمت الموافقة على أوامره على الرغم من إن ده يعتبر تعدي صريح على اختصاصات وزير المالية وقتها. وبالرغم من وجود بعض المصادر اللي بتدعي إن الشيخ الشعراوي استقال من الوزارة بعد زيارة الرئيس السادات لدولة الاحتلال في نوفمبر عام 1977، إلا إن الحقيقة غير كده خالص، وده لأن فضيلة الإمام استقال من وزارة الأوقاف في أكتوبر عام 1978 بعد تجاوز الرئيس في حق الشيخ أحمد عبد السلام المحلاوي إمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، ووصفه الصارخ له ساعتها في البرلمان: يتعرض إلي أنا شخصيا وعائلتي شيخ أزهري حاصل على العالمية، والمفترض أنه يعرف الدين الإسلامي جيدا ويدعي أنه داعية إسلامي، يتحدث بعد الصلاة بأنه لا توجد سيادة في قانون مصر لأن القانون لا يحترمها، يقول أنه لا توجد حياة حزبية في مصر وأن الحزب الوطني متربع وحده على الساحة، وأنه لا توجد منظومة تعليمية، ولقد هاجم معاهدة السلام واعتبر سيناء في حكم المحتلة لأنها ستكون منزوعة السلاح، وأن ذلك ضمن البنود السرية للمعاهدة التي أعلن الرئيس خلوها من البنود السرية، وهذا كذب، إجرام، سفالة، بذاءة، وأقسم بالله أن لا أرحمه أبدا وبالقانون، فهو ملقى في غياهب السجون كما الكلاب. فاعترض الشيخ الشعراوي على السب العلني لأحد مشايخ الأزهر، وأكد ساعتها من خلال برقية رسمية للرئيس أن الأزهر مؤسسة شريفة يجب احترامها من الجميع ومش بتخرج كلاب زي ما هو بيقول. واستمر الشيخ في تقديم برنامجه الإيماني كل جمعة حتى بعد وصول الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك إلى الحكم في 14 أكتوبر عام 1981. وكانت شهرة الشيخ الشعراوي وقتها وصلت لعنان السماء حرفيا، وأي تجاوز في حقه كان بمثابة عداء صريح لحوالي مليار مسلم وقتها، وده لأنه كان وما زال وسيظل إمام الدعاء. ومن المفارقات النادرة اللي جمعته بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك هي لحظة استقباله للرئيس بعد محاولة اغتياله في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995، وكلمته الشهيرة ساعتها لما قال: وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق ولن أبرز عنتريتي باشتراء، ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها، حكومة وحزبا، معارضة ورجالا وشعبا، آسف أن يكون سلبيا، أريد منهم أن يعلموا أن الملك كله بيد الله يؤتيه من يشاء، فلا تآمر لأخذه ولا كيد للوصول إليه. يا سيادة الرئيس، آخر ما أحب أن أقوله لك، ولعل هذا يكون آخر لقائي أنا بك، إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعنك الله على ما تتحمل. وكان الشيخ الشعراوي بيتحدث إلى الرئيس وهو واضع يده على كتفه، وبالرغم من كبر سنه وإنه كان تخطى ال80، إلا إن البعض اعتبرها بمثابة إعلان لتفوقه على الرئيس، فتمت مهاجمته من البعض باعتباره تجرأ على الرئيس حسني مبارك. والأغرب من كده هي تصريحات ابنه الشيخ عبد الرحيم لإحدى الإعلاميات بإن والده تلقى تأنيب ولوم صريح من السيد زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بسبب الحركة دي، وإن لو حد غيره عملها كان انضرب بالنار. وبعد مرور حوالي 3 سنين، وتحديدا في 17 يونيو 1998، رحل عن عالمنا أحد أهم علماء الدين والدعوة، فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، عن عمر يناهز 87 سنة. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنان بالمعنى الحرفي، والفنان بيقدم ايه؟ فن. اللي انا بقدمه ده حاجة كده احلى من الفن، حاجة كده جامدة جمودة. تسلم ايدي وتسلم صوابع الذهب.